بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، كل سنة وانتم طيبين. أتمنى أن انتم تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال. ناس كتير بتشتكي بتقول إن الأرانب الخصوبة بتاعتها قليلة جدا، أو إن الأرانب بتاعتها في صعوبة ان هي تعشر او العدد بيبقى قليل. طيب انا بصور النهاردة زي ما حضراتكم شايفين اهو، ان الحمد لله زي ما كل سنة وانتم طيبين. طبعا الارانب كلها تقريبا زي ما حضراتكم شايفين اهي، ما شاء الله اهي. كل الأرانب الحمد لله والدة، ووالدة أعداد محترمة جدا جدا جدا. اتفرج بنفسك وشوف، بسم الله ما شاء الله. اتفرج حضرتك. أهم حاجة ده من وجهة نظري أنا بالنسبة للأرانب، الخصوبة والتلقيح والأعداد. السلالة نمرة واحد، السلالة اللي انت بتربي منها الأرنب أو اللي انت بتشتري منه الأرنب، السلالة بتاعته تكون نظيفة، لأن العوامل الوراثية بتلعب دور كبير جدا 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 في عدد الخلفة والتلقيح والخصوبة بتاعة الأرانب. زي ما حضرتك شايف أنا بعمال أفرجك على كل الأرانب اللي عندي، كلها الحمد لله والدة. بص حضرتك الأعداد كلها أقل حاجة 8 زي ما انت شايف، والأرانب ما شاء الله رضعة وكويسة وتمام التمام. يبقى أهم حاجة يا جماعة السلالة، لأن العوامل الوراثية بتلعب دور كبير جدا في الموضوع ده. بص حضرتك واتفرج اهي، دول كده حوالي 10 أو 11 حتى اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي الارانب. يبقى اول حاجة حضرتك لما تحب تشتري ارانب تشوف المكان اللي انت بتجيب منه الارانب، الاعداد فيه قد ايه، الخلفة فيها قد ايه. لان لو ام بتولد 5 أو 4 يبقى اولادها هيولدوا برضو 5 أو 4. اتفرج وشوف بنفسك. تاني حاجة في الموضوع ده العلف. العلف النضيف بيرفع الخصوبة بتاعت الأرنب بتبقى عالية جدا جدا، ما بيسببش أمراض، ما بيسببش أي حاجة. زي ما انت شايف أرانب لسه ما اتفطمتش اهي، ما شاء الله داخلة أوزانها على الكيلو اهي. هي دلوقتي حوالي 800 جرام، هتخش على الكيلو. أرانب لسه ما اتفطمتش. ده بيرجع للعلف ونوع العلف الكويس اللي انت بتستخدمه. دي برضو والدة اهي. يبقى يا جماعة اهم حاجة عندي في تربية الارانب اما اجي اشتري او اربي ارانب، ان انا اشتري ارنب الخصوبة بتاعته تكون عالية. طب دي بتيجي منين؟ بتيجي عن طريق العوامل الوراثية. دي حضرتك الارانب السلالات اللي طالعة هتتباع ان شاء الله بعد العيد زي ما حضرتك شايف كده. بسم الله ما شاء الله. بص حضرتك ادي الارانب
كل الارانب تقريبا الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا والدة. بص بنفسك واتفرج، لان السلالة بتاعتها نظيفة والخصوبة بتاعتها عالية، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا الخير اللي احنا فيه ده. يبقى اهم حاجة يا جماعة المكان اللي حضرتك بتشتري منه الارانب تتأكد وتشوف بنفسك ان الارانب بتجيب اعداد كويسة، بترضع كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا عايزك تأكل بعلف نضيف. ناس بتسألني انت بتأكل بعلف ايه؟ انا بأكل بعلف اسمه تايجر فيد. العلف ده موجود عندي، انا بنزل 2 طن ونص، بأكل اللي بأكله عندي وببيع الباقي بقية العلف. انا من القاهرة من عزبة النخل، اللي بيعوز علف بيجي ياخد مني بسعر الجملة، ما بكسبش في العلف. ادي السلالات حضرتك اتفرج على الجمال بتاعها. كل دي سلالات ان شاء الله هتتباع بعد العيد بإذنك يا رب ان شاء الله لو لنا عمر ونصيب. شايف الجمال والحلاوة بتاعت الارانب؟ ادي الارانب، ارنب يفتح النفس. اهم حاجة هو كويس، المكان بتاعك، التهوية كويسة، علف كويس، ارنب يكون المواصفات بتاعته كويسة، ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم وهتبقى ناجح باذن الله. شايف الارانب الصغيرة اهي؟ كله بياكل مع امه. اهم حاجة يا جماعة السلالة، النظافة، التهوية. احنا داخلين على صيف، تهوي كويس، نوع علف يكون محترم، وفوق كل ده النظافة. في نهاية الفيديو انا ده رد على سؤال ناس كتير بتقولي الارانب عندنا ما بتعشرش بسرعة او مش قابلة تلقيح او حاجة زي كده. للأسف ده بيرجع لقلة الخصوبة او عيب في السلالة. اكل علف كويس، هات ارانب كويسة، ان شاء الله ربنا هيوفقك. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي واحترامي ودعواتي لكم بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.